بص يا لولي، أنا أحكي لك حكاية. كان في ولد لطيف قوي اسمه ياسين. ياسين ده كان بيشتغل مع باباه في المزرعة الصغيرة بتاعته، وفي نفس الوقت كان في المدرسة، بس ما كانش شاطر قوي في المدرسة. كانوا أصحابه بيقعدوا يتريقوا عليه ويقولوا له أنت خايب، أنت فاشل، أنت مش هتنفع. فكان ما بيهتمش بالكلام بتاعهم ده خالص. ليه؟ لأنه هو كان بيحب الاختراعات، فعنده حلم وعايز يوصله. كان بيحب يخترع، كان بيلاقي أي حاجة قديمة في المزرعة بتاعت باباه كان يعيد تصنيعها من جديد ويخليها حاجة مهمة. مرت الأيام وكبر ياسين واخترع آلة حلوة قوي، آلة بتوفر المية للمزارع. سافر بالمسابقة دي لبلاد بره، وفعلا كسب طلع بالمركز الأول في المسابقة. رجع بلده، كل البلد كانت فرحانة بيه واعتبرته بطل لأنه اخترع حاجة حلوة قوي. الآلة دي كانت بتوفر المية للمزارعين، فكانوا مبسوطين جدا. طبعا الناس التانية اللي هي كانت بتحبطه وتقول له انت فاشل، انت مش هتنفع، كان بيبص لهم ويضحك لأن هو فعلا كان ناجح، ما كانش فاشل. وده يعلمنا ان احنا ما نهتمش بكلام الناس المحبطة اللي بتحاول تكسر في مقادفنا وتخلينا نحس ان احنا فشلة، واحنا بيبقى جوانا هدف بنبقى عايزين نوصله. تمام؟ وعشان كده ده يعلمنا ان احنا لازم نجري ورا هدفنا وما نسمعش كلام الناس اللي ممكن تعطلنا. صح؟ ايه رأيك في الحدوتة؟ ونقول ايه؟ توتة توتة؟ توتة توتة، خلصت الحدوتة. وانتوا حبايبي لو عجبتكم الحكاية يا ريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا الحدوتة المرة الجاية. شكرا.